المنتخب الأولمبي بقاله 4 سنين بيتصرف عليه بالدولار، جايبين له مدربين أجانب. مدرب واخد البطولة الأولمبياد دي مع منتخب بلاده في 2017 في ريو دي جانيرو، واخد مركز أول، واخد ميدالية ذهبية. فما فيش أحسن من كده. ومدرب كله شايفه مدرب كويس وعنده فكر كويس، وعلى أساس كده بيتصرف على 4 سنين علشان ناخد ميدالية في البطولة دي، أو على الأقل خالص نوصل لبعيد. يا عم ما تبقاش طماع، عايزين نأدي اداء كويس، عايزين نطلع باي نقطه في دور المجموعات، عايزين ندي انطباع محترم وكويس للجمهور ان في جيل مبشر جاي، ان في لعيبه حريفه، في لعيبه عندها امكانيات بجوده عاليه. فاللي جاي كويس، في لعيبه هتوصل للمنتخب الاول وهتأدي وهتدي اوبشنات كويسه، ويبقى عندك بدل لاعب واحد واثنين وثلاثه في كل مركز، وتبقى عندك ان مرتاح انا جاي عندي قدام جيل مبشر هيوصل لي لكأس العالم اللي جاي، وانا برضه هعمل اداء كويس بدل اداء العره اللي شفناه في 2018.